أهلا بك أيتها الصحراء، يا قلب المغرب النابض، ويا سرا لا يرضى بالتقسيم. السؤال الأهم: ما هو الدليل الأبدي الذي قدمتيه للعالم ليقر بأن هويتك لا تنفصل عن المغرب؟ دليلي ليس وثيقة، بل الشريان. انظر إلى خريطة الجغرافيا، ستجد أنني لست حدوداً، بل امتداداً طبيعياً للأطلس. لقد خبأت في عمقي أقدم خرائط الولاء التي رسمها الأجداد بدمهم، وهي تشهد على البيعة والوحدة قبل أن تعرفوا كلمة اعتراف دولي. يتحدث خصوم الوحدة عن الرمل والصخر، ولكن ما هو الكنز الحقيقي الذي لا يستطيع أحد أن يسرقه أو يقسمه، والذي يثبت هويتك المغربية؟ لقد سجلت في صخوري وأشجاري كل نبرة من اللغة الحسانية، وكل نغمة من موسيقى الكدرة. هذا الصوت يحمل جذورا موحدة تمتد إلى مراكش وفاس. لا يستطيعون سرقة اللغة ولا الإيقاع، لأنهما هويتي غير القابلة للتقسيم. هناك حديث عن اكتشافات أثرية ستغير نظرة العالم إلى الأهمية الاستراتيجية لأراضيك. ما هو الاكتشاف الأعظم الذي لا يزال تحت رمالك؟ الاكتشاف الأعظم ليس الذهب ولا النفط، إنه مفتاح حضاري. تحت الرمال توجد بقايا نظام ملاحي قديم جدا، كان يستعمل النجوم لربط موانئ الساقية الحمراء بالجنوب الإفريقي، وهذا يثبت أنني كنت طريقا للقوافل المغربية وليس أرضا مقطوعة. ما هي رسالتك النهائية للمغاربة اليوم؟ وما هو الوعد الذي يجب عليهم أن يحافظوا عليه لتبقى وحدتك أبدية؟ رسالتي أن الصحراء ليست مكانا فقط، بل هي كرامة. وعدكم هو صيانة الطريق. حافظوا على شريان الوصل الثقافي والاجتماعي بين الشمال والجنوب، فعندما يكون قلب المغرب موحدا، لا يمكن لأي ريح خارجية أن تهز وحدتي.